إيه أحسن حاجة وأحسن فترة في حياة الإنسان؟ وإيه الكنز الحقيقي اللي بنستناه طول السنة؟ طبعًا أنتم عارفين الإجابة ألا وهي الأجازة، بنحتاجها علشان نفصل ونرتاح ونشحن طاقتنا من جديد، بس كتير مننا للأسف بيضيّع الأجازة دي في حاجات ما لهاش لازمة، ونرجع نندم ونقول يا ريتني استغلتها صح. النهارده جايين نعرف إزاي نستغل الأجازة بشكل صحيح، ونرجع منها مش بس مرتاحين، لأ كمان متجددين ومنتجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأجازة دي مش مجرد وقت فراغ، هي استثمار في نفسك واستثمار في صحتك النفسية والجسدية، في علاقاتك وفي تطوير ذاتك. علشان كده مهم جدا إن احنا نخطط ليها صح ونستغل كل دقيقة فيها. فتعالوا بينا نشوف خطوات بسيطة وعملية لاستغلال الأجازة دي بشكل صحيح ومفيد. أول حاجة التخطيط المسبق هو مفتاح النجاح. ما تقولش احسبها لظروفها، الأجازة دي محتاجة تخطيط صح، تخطيط مرن. حدد أهدافك، عايز ترتاح، تتعلم حاجة جديدة، تقضي وقت مع عيلتك، تسافر. لما تحدد أهدافك هتعرف توجه وقتك صح. اعمل تو دو ليست، اكتب كل الأنشطة اللي نفسك تعملها في الأجازة، من أول النوم الكتير لحد ما تتعلم لغة جديدة. وأهم حاجة وده السر، قسم وقتك. مش لازم كل الأجازة تبقى شغل أو مجهود، خصص وقت للراحة والاسترخاء، ووقت للترفيه، ووقت للتعلم والتطوير من ذاتك. التوازن بقى هو السر، واستغلال الوقت هو السر الأكبر. الراحة والاسترخاء وإزاي تشحن الطاقة بتاعتك. الأجازة في الأول والآخر للراحة، ما تخليش الضغط يخليك ما تستمتعش بيها. أول حاجة نام بشكل كافي، نام عدد ساعات كفاية، نام عدد ساعات يكفي جسمك وعقلك. جسمك وعقلك محتاجين يرتاحوا من ضغوط الشغل والدراسة. مارس الأنشطة المريحة، اقرأ كتاب، اسمع موسيقى هادية، أو حتى ممكن تستبدلها بقرآن كريم. اتأمل أو اقضي وقت في الطبيعة، أي حاجة بتهديلك أعصابك. افصل عن الشغل وعن الدراسة، حاول ما تفكرش في المهام المتراكمة أو الامتحانات، اقفل إيميلات الشغل أو قلل وقتك على جروبات الدراسة. ادي لنفسك فرصة وابتعد ذهنيا شوية. طور نفسك وطور من ذاتك وتعلم، يعني بشكل صحيح استثمر في المستقبل. الأجازة دي على فكرة فرصة ممتازة علشان نطور من نفسنا في كل هدوء. اتعلم مهارة جديدة، نفسك مثلا تتعلم الرسم، الطبخ، العزف مثلا على آلة موسيقية، دي فرصتك الحقيقية ولازم تستغلها. اكتسب لغة جديدة، في تطبيقات كتيرة، كورسات أونلاين بأسعار رمزية أو مجانية، ممكن إن هي تعلمك اللغات وتخليك تحترفها بشكل مبدع. اقرأ كتاب، نوع في قراءتك، مش بس كتب في تخصصك، اقرا في التاريخ، في الفلسفة، الروايات، التنمية البشرية. القراءة بتوسع مداركك. خد كورسات اونلاين في مجالك او في مجال جديد مهتم بيه، في منصات عالمية بتقدم كورسات ممتازة. مارس الرياضة بانتظام، استغل وقت فراغك في بناء روتين رياضي صحي، ممكن تكمل عليه بعد الأجازة. العقل السليم في الجسم السليم. العلاقات الاجتماعية والترفيه، اتواصل بكل سعادة. الأجازة دي فرصة إنك تقوي العلاقات والاستمتاع بالحياة. اقضي وقت مع العيلة والأصحاب، زور قرايبك اللي بقالك كتير ما شفتهمش، اخرج مع أصحابك، اعملوا نشاطات مجتمعية كتيرة. سافر واكتشف الدنيا، لو ميزانيتك تسمح لك سافر مكان جديد حتى لو جوه بلدك. تغيير المكان بيغير النفسية وبيفتح آفاق جديدة. جرب أنشطة جديدة وممتعة، روح أماكن ترفيهية، جرب مطاعم، احضر فعاليات ثقافية أو فنية. اعمل تطوع لو عندك وقت، شارك مثلا في عمل تطوعي. الإحساس بالعطاء ده بيدي سعادة كبيرة وبيغير وجهة نظرك للحياة. العودة التدريجية دي بداية قوية. ما تنساش لآخر دقيقة في الأجازة علشان تفتكر إن الأجازة خلصت. ابدأ جهز نفسك قبل النهاية بكام يوم، راجع جدولك، جهز هدوم الشغل أو الدراسة، وارجع لروتين النوم بدري. راجع خططك للمرحلة الجاية، استغل الأيام الأخيرة في الأجازة في التفكير في أهدافك بعد الأجازة. تعال أقولك في النهاية إن الأجازة دي فرصة ذهبية مش بتيجي كتير، بس هي مش للراحة بس، هي للنمو والتجديد والاستثمار في نفسك. لما تخطط ليها صح وتوازن بين الراحة والتعلم والترفيه والعلاقات، هترجع منها شخص أحسن، شخص مليان طاقة إيجابية ومستعد لأي تحديات. ما تضيعش كنز الأجازة،
استغلّه صح. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، إيه أكتر حاجة بتحبوا تعملوها في الأجازة، وإيه النصيحة اللي شايفين إنها أهم حاجة لاستغلال الأجازة صح؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل اللي تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي لأكبر عدد من الناس. ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، أتمنى إن هي تفيدكم، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.